بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات، وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة، أنا عاوزة رأيكم لأني ماليش حد حرفيا يتكلم معايا ولا ينصحني. أنا اتجوزت من سنتين، كان عندي 29 سنة تقريبا، وجوزي كان عنده 28 سنة، كان زميلي في المستشفى. رفضت لما عرفت انه اصغر مني بسنه وفضل ورايا لحد ما اقنعني، وانا بصراحه ابان اصغر منه بكتير. كنت رافضه المبدا علشان ما يجيش في يوم من الايام يعايرني بحاجه زي كده. قال لي انه اقسم بالله ده مش مبدئي، وانه شايفني الشخص اللي بتمنى يكمل حياته معاه، ورسم لي الحياه وردي في فتره الخطوبه. واتكلم معايا في نقطه مصروف البيت، وقال لي انا راجل وبصرف على بيتي ومش هسمح اخد منك ولا مليم. فلوسك دي تخليها لنفسك، تجيبي بيها كلبس شيبسي اللي انت عاوزاه. والمضحك بقى انه فضل يوهمني في فتره الخطوبه انه جايب لي هدايا كتير جدا، لبس وميك اب ومنتجات عنايه، بس هيديهم لي في شقتنا. اكتشفت قبل الفرح بيومين واحنا بنفرش ان مفيش اي حاجه خالص من اللي قال عليه. ولما سالته خد الكلام باستهزاء وقعد يتريق عليا، وقال لي بعد الجواز بقى عاوزين فلوسنا تبقى مع بعض. عملت كده فعلا، مرتبي كامل كان بياخده لقيته بيحاسبني بالمليم، وجبتي ده ليه وده غالي وده ملوش لازمه. بصراحه اتخنقت، انا ما كنتش متعوده كده في بيت اهلي، وما بجيبش حاجات اوفر يعني، والله العظيم بجيب اقل من العادي. جت كل مشكله تحصل ما بينا يقسم بالله اني مش هبات في البيت، ويطردني ويمشيني في اي وقت حتى لو الساعه 12 بالليل. ولو هاخد معايا فلوس علشان اصرف منها وانا مطرودة عند اهلي، على ما يحن عليا ويبعت امه تاخدني، يفتش شنطتي قبل ما اطلع وياخد الفلوس. وجت مصاريف الماستر كانت 4000 جنيه، رفض انه يديهم لي، وانا مش معايا ولا مليم، كل فلوسي معاه. اترجيت وانا في الجامعه يبعت الفلوس فودافون كاش عشان يبقى مشوار واحد وانا في الجامعه، لانها بتبعد يعني عن محل سكني ساعتين تقريبا. رفض وقال لي لا. اخويا اللي بعت لي لحد ما قبض الشهر اللي بعده وسدد لاخويا المبلغ من فلوسي. وبعدها قررت انه ما اديش لي اي فلوس، خاصة انه في المقابل انا اللي بصرف على نفسي وبصرف على ابني. ابني عنده سنة، عمره ما جاب له اي حاجة والله العظيم من يوم ما اتولد، ولا لبس ولا اي حاجة غير باكيتين بامبرز في اول الولادة وعلبة لبن واحدة في الشهر. وانا شايلة مصاريفي وابني كاملة من كل حاجة وعايشة وساكتة. يجي هو بقى مع اي مشكلة يقول لي مش كفاية عايش مع واحدة قد امي؟ انتي بلوى، غوري اقرفي اهلك بعيد عني. ويقسم بالله انه هيخلص ماستره وهيمشيني ويسيبني، ويقول لي ساعتها لو عاوزه تطلقي يبقى غوري انتي وابنك. وكلام يسم البدن. بالرغم لما بنبقى كويسين بيقول لي انه ما كانش يلاقي زيي، وان انا واهلي وقفنا جنبه، وقال لي اهلك دول على راسي، بس من يوم ما يحصل اختلاف، اي خلاف مهما كان بسيط، بيبقى المقابل في الطرد ويدمرني بالكلام، وبيشتم في اهلي. وابوه متوفي وهو ولد وحيد، وامه مدلعه دلع الدنيا ما بتغلطوش ابدا. ولما اشتكيها تقول لي معلش استحملي، الرجاله كلهم كده. للاسف انا فقدت الثقه في نفسي، كل يوم طرد وتهزيق وقرف. انا ما عدتش مركزه في حياتي، ولا شغل ولا ماستر، ولا عاد عندي طاقه اعمل بيها اي حاجه. اخر مشكله لقيته مسرقني في 2000 جنيه، طردني من البيت. رحت قعدت عند اهلي نص يوم كده، ورجعت لاني ما رضيتش انكد عليهم لان كان فرح اخويا قرب. رجعت لقيته بيقول لي انت طلعتي واخده مني 1000، على فكره مش 2000، بس انا هسيبهم لك بمزاجي. وكلام صعب جدا. ما ردتش عليه وسكت، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فضل يضايق فيا واقول له بالله عليك بلاش مشاكل، مش عاوزه اروح انكد على اهلي الفتره دي، وعدي فرح اخويا على خير. حلف اني اروح وما اقعدش، ومشاني انا وابني الساعه 10:30 بالليل في عز البرد، وبعت لي على الواتس يقول لي ما اشوفش وشك ولا وش ابنك تاني، انتي تهمه انتي قرف. وامه جايه بعدها بيومين تاخدني، وفاكره اني هرجع معاها زي كل مره. ووالدي بيقول لي روحي معاها، وما فتحش حتى معاها مواضيع ولا عاتبها، ويقول لي ربنا يا بنتي يصلح الحال. جت المره دي قلت لها والله العظيم ما انا راجع معاكي. ارجع ازاي بعد الذل والبخل وقله الكرامه دي؟ بعد ما يتهمني بالسرقه كمان ترد عليا بمنتهى البرود تقول لي خلاص يا بنتي، تلاقي غلطه حساب ولا حاجه، يمكن عد غلط. مش مثلا قالت ما يصحش ولا عيب ولا ابني غلطان ولا هيجي يعتذر، لا. بس انا صممت المره دي وما رضيتش امشي معاه. لقيته بدل ما يبعت لي على الواتس اني وحشته، او انت ليه مش راضيه ترجعي مع ماما، لقيته بيشتمني وقال لي انتوا ترجعوا امي كده من غيرك والله لا هعرفك، والله ما انت راجعه ولا داخله تاني البيت. وشتيمه صعبه قوي. انا تعبت وعاوزه انفصل، مش عاوزه جواز تاني. انا كرهت الجواز خلاص، بس خايفه من كلام الناس، خايفه لما اكبر وابني يبدا يحس انه اقل من اللي حواليه، او يبدا يحس ان هو لوحده. مش عارفه افكر ولا اخد قرار، بس اللي عارفاه ان الانسان ده اذاني قوي، هو وامه. امه للاسف ما تمرش فيها اي حاجه. امه كانت لحد قبل ما يطردني بيوم بتقول لي الناس كلها بتحسدني عليكي وعلى حنيتك عليا، كفايه انك ما بتاكليش لقمه الا لما اكل منها الاول، انت اللي جبتيني ولبستيني احلى حاجه. وتبوس فيا وتقول لي وانت حنينه عليا، انت بخت الحلو في الدنيا، بس قدام ابنها لا يغور اي حد.
حتى لو عارفه ان ابنها ظالم فهي معاه في اي حاجه، وابنها اللي ما مضناهوش على قايمه ده بالرغم اني جايبه اغلى واحسن عفش، لان اهلي مقتدرين ماديا الحمد لله، ووالدي قال لي ده يتيم وانا هعتبره ابني ومش هيمضي على حاجه. ولو جاي يطردني واقول له ده جزاء اللي اهلي عملوه معاك، يقعد يصوت ويصرخ ويقول لامه دي بتعايرني، دي متخلفه، دي مريضه. لصاحبة المشكلة كان الله في عونك، لكن اللي فيه طبع ما بيتغيرش نهائي. بس خلينا نديله فرصة أخيرة. اعملوا قعدة رجالة ويتحكم فيها بمصروف شهري ليكي ولابنك، ولو ما التزمش انفصلي. ولو اني ضد سرعة قرار الانفصال يعني، لكن في حالات كتير بيبقى للأسف دي النهاية المحتومة، والانفصال مجرد قرار مؤجل، عشان ما تجيش في يوم تلومي نفسك ويبقى اديتيله آخر فرصة. ولو حصل انفصال لا قدر الله، ما تسيبلوش حاجة نهائي. حتى لو مش ماضي على قايمة، ليكي قايمة المثل. وبالنسبة لابنك، تفتكري هل دي بيئة صحية انه اصلا يتربى فيها؟ وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.